طبعا كلنا شفنا الضجة اللي حصلت في مصر الفترة اللي فاتت لما الشيف بوراك فتح فرع من فروع مطاعم الشيف بوراك هنا في مصر. الاكل وحش جدا 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 وانا عمري ما هاجي هنا تاني. وكمية السف والكوميكس اللي اتعملت على أسعار المأكولات اللي بيقدمها المطعم، وحسينا قد إيه إحنا فقراء قوي. النبي هتجيب كده، والنبي هتجيب كده، ربنا يخليك، والنبي هتجيب كده، والنبي يا عمي، وحياة امك هتجيب كده. فإذا كنت فقير، وأنا طبعا أولكم، اضغط زر اللايك واشترك في القناة وخلينا نشوف كم عددنا، ويلا بينا نشوف أغرب 5 مطاعم في العالم. يلا بينا. تفتكر إيه هيكون إحساسك لما تتناول وجباتك في الحمام؟ يعني تفطر أو تتغدى أو تتعشى في الحمام. غريبة مش كده؟ ودي كانت فكرة أول مطعم معنا النهاردة، مطعم المرحاض الحديث تايوان. ودي كانت فكرة بلدينا وانغ تسي وي لما كان بيقرأ صحيفة في الحمام، فقرر تطبيق فكرته الغريبة وعمل مطعم بسيط. ربنا يكرمه، ربنا يكرمه يا رب. بدأ في الأول بإعداد الآيس كريم والشوكولاتة، وكان بيقدمهم للزباين في علب صغيرة شبيهة بتصميم المراحيض. وعلى غير المتوقع الفكرة نجحت نجاح باهر، والمطعم اتحول لمطعم متكامل. ودلوقتي المطعم بيمتلك سلسلة من الفروع في جميع أنحاء آسيا يبلغ عددها حوالي 12 فرع. وبيعتبر المطعم ده من أغرب المطاعم العالمية على الإطلاق، لأنه مش بس بيقدم لهم الآيس كريم والشوكولا في علب تشبه المراحيض، لا ده بلدينا طور نفسه وخلى كل شيء في المطعم بيحسسك كأنك في المرحاض، من أواني وجدران وإضاءة، حتى الكراسي كانت عبارة عن مراحيض فعليا، وكمان الطاولات كانت على هيئة مصارف ومجاري وحاطين عليها ألواح إزاز. يا سلام، أما قصة عبرة صحيح. مطعم شلال لباسين في مدينة سان بابلو في الفلبين، وبيعتبر المطعم واحد من أبرز المطاعم غير المعتادة لأنه على أطراف الشلالات الصغيرة لبحيرة لباسين الصناعية، وبيوفر تجربة مميزة تجمع بين المتعة والغرابة عند تناول الطعام. والغريب في المطعم ده إنه يتألف من طاولات مصنوعة من خشب الخيزران مثبتة في الهواء الطلق وسط المية العميقة المتدفقة من الشلالات المائية المميزة، يعني تكون بتاكل والمية بتجري من تحتك. قول يا شتموني قول. ومن سياسة المطعم ده إنك ممنوع ترتدي الأحذية. بصراحة عندهم حق، إيه لازمة الحذاء وإنت نازل المية؟ وحوالين المطعم ده غابات فريدة وجميلة ممكن بعد ما تاكل تتمشى فيها وتشوف الأشجار الجميلة والطيور الجميلة. ومن فوق الماء إلى تحت الماء معانا المطعم رقم 3، مطعم إيسا المالديف. مطعم إيسا موجود داخل منتجع ويسبا هيلتون في المالديف في جزيرة رانجالي المالديفية. ايه انا عايز الكلام الباسخ اللي بتقوله ده؟ وبيتميز المطعم ده بالمزج بين الغرابة والتفرد والمتعة المطلقة. المطعم ده اتفتح في عام 2005 على عمق 5 أمتار تحت سطح البحر، بعرض يبلغ حوالي 9 أمتار وقدرة استيعاب 14 شخص. وبالتالي يعتبر المطعم ده الأول اللي يتم إنشاؤه تحت سطح البحر. أيوة يا بلدينا، مطعم تحت سطح البحر. أيوة، ما تستغربش قوي كده، واعمل لايك وشير للفيديو خلي الكلام يحلو. تم تصميم مبنى المطعم من قبل مركز كوالالمبور الوطني للعلوم وتنفيذ شركة MG ميرفي المتخصصة في الاستشارات الهندسية والمعمارية. بدأ بناء المطعم في عام 2004 بسنغافورة، وتم الانتهاء من بناء المطعم ونقله إلى جزيرة رانجالي المالديفية قبل نهاية العام. المطعم مصمم بالكامل من هيكل فولاذي مع أقواس من ألياف الأكريليك مع سقف شفاف يوفر منظر بانوراميا تحت الماء بزاوية 270 درجة، يعني تكون بتتغدى أو تتعشى والمية والسمك حواليك من كل حتة. شفت يا بلدينا؟ شفت الناس بتاكل تحت سطح المية وانت لسه بتفطر فول وطعمية؟ جاي استظرف يا ماما. يبقى ما تحبكهاش بقى واعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملتش. مطعم السجن يقع في مدينة تيانجين الساحلية شمال الصين على هيئة سجن متكامل، رغبة من مؤسسيه في إبعاد الناس عن الجريمة ومن خلال إظهار مدى صعوبة الحياة داخل السجن. تقدر تقول كده فكرة المطعم إن المطعم تهذيبا وتأديبا وإصلاح. وبيتميز المطعم إن كل تفاصيله بتحسسك إنك جوه السجن فعليا، بداية من الديكورات والتصميمات العامة والإضاءة الخافتة والمطبخ المخصص لإعداد الطعام، مرورة بالطاولات والمقاعد والكراسي المخصصة لتناول الطعام، وصولا لأدوات الطعام نفسها. وبتبدأ رحلة المغامرة عند دخول المطعم. تبدأ بالجرسون اللي لابس لبس أبيض وأسود زي الزي الرسمي للمساجد
المساجين، وبتشوف افراد الامن لابسين الزي الرسمي لافراد الشرطه، وبمجرد ما بتدخل من الباب الوضع بيتغير تماما، فبتصبح الزباين بمكانة السجناء، بيبداوا بتصويرهم واخذ بصماتهم وتكبيل ايديهم بالكلبشات، ويمشوا معاهم في الممرات ذات الاضاءه الخافته لحد ما يدخلوهم زنازينهم المحاطة بالقضبان، وبيكون موجود فيها طاولة معدنية بسيطة بيقوموا بأكل الطعام عليها، وبيتقدم لهم الطعام في أواني شبه أواني السجن. وبالرغم من غرابة المطعم إلا إنه زاع صيته بطريقة رهيبة وسريعة اللي خلته من أكثر المطاعم الغريبة المفضلة عند فئة كبيرة من السياح. لو ليك في الشتايم والخناقات يبقى أنت هنا في المكان المناسب. بموت في الشتيمة، بموت في الشتيمة، وبخني. مطعم كارين أمريكا. المطعم ده أول ما بتدخله بيعاملوك أسوأ معاملة، وبيسبوك وبيشتموك وبيقدموا لك أكل بطريقة مستفزة جدا، ولما تيجي تحاسب بتسمع أقذر الشتايم وعينك ما تشوف إلا النور. يلا ينعل ابو اللي جابك يا ابن الكلب يا واطي. تفتكروا لو مطعم زي ده فتح عندنا في مصر إيه هتكون النتيجة؟ بس يا بلدينا، ودي كانت أغرب مطاعم حول العالم. لو وصلت للوقت ده من الفيديو يبقى أنت أجدع بلدينا، وما تنساش لايك وشير يا بلدينا، خلي الكلام يحلو.